تخيل تقابل حد ما تعرفوش ويحلف لك ان انتوا الاتنين تعرفوا بعض ويفكرك بحاجات حصلت ما بينكم انت مش فاكرها بس حاسس ان هي حصلت، تفاصيل زي مدرسه كنتوا فيها مع بعض او اسم الفصل بتاعكم او تعويره حصلت لك في وقت ما. بس الحقيقه والمفاجاه انك عمرك ما قابلت الشخص ده قبل كده. هل هو بيكذب؟ هل في حاجه غلط؟ هل ممكن عقلك يزور لك ذكريات كامله ويوهمك ان هي حصلت وهي ما حصلتش؟ تعال نبص على المعلومه. عقلك البشري مش كاميرا بتسجل وتخزن كل الاحداث اللي بتحصل حواليها زي ما هي بالظبط، هو اقرب لبرنامج مونتاج ممكن يشيل حاجه من هنا ويضيف حاجه هنا ويركب تفاصيل ويغلفها بالمشاعر. علم النفس هيسمي الظاهره دي فولس ميموري او الذاكره الزائفه، يعني ببساطه انت هتفتكر ان في حاجه حصلت وهي ما حصلتش. دكتوره شهيره جدا في علم النفس اسمها دكتوره اليزابيث عملت تجربه غريبه جدا في التسعينات على مجموعه من المتطوعين. قالت لاكتر من حد من المتطوعين انك لما كنت صغير تهت في مول وفضلت تايه شويه لحد ما الراجل الكبير لقاك ورجعك لاهلك، وقالت له كمان ان ده مش كلامي بس، اخوك كمان اكد المعلومه دي. في الاول طبعا المتطوعين انكروا القصه، ده ما حصلش، لكن المفاجاه ان بعد ايام وتكرار القصه من كذا شخص اكتر من 25% من المتطوعين بداوا يفتكروا القصه ويزودوا عليها تفاصيل زي مين اللي لقاهم وكانوا لابسين ايه وحسوا بايه، حتى صوت عياطهم كان عامل ازاي. خد بالك كل التفاصيل دي مبنيه على قصه ما حصلتش اصلا. التجربه دي هتتكرر على مدار 30 سنه بعد كده وهتدينا نفس النتيجه او مقاربه ليها، وده بيخلينا نستنتج ان الدماغ ممكن يخلق ذكريات ما حصلتش لو القصه اتكررت اكتر من مره ومن شخص موثوق. الدماغ لما بيتعرض لمعلومه متكرره ومن شخص موثوق زي اهل او الدكتور المعالج او صديق يبدا يركب قصه من صور وخبرات سابقه حصلت قبل كده ويجمعها في شكل ذكرى حقيقيه، كانك حلمت بحاجه ودماغك مقتنع ان هي حصلت. في برضو عامل مهم اسمه الذاكره التخيليه imagination inflation، كل ما تتخيل حاجه اكتر دماغك بيقتنع ان هي حصلت. خليني اديك مثال على الفولس ميموري. سنه 1984 كان في طالبه اسمها جينيفر تومسون، طالبه جامعيه عندها 22 سنه عايشه في ولايه نورث. ليله من الليالي دخل عليها راجل في مكان سكنها واعتدى عليها في واحده من ابشع التجارب اللي ممكن تحصل لاي انسان. طبعا الشرطه اتحركت وجينيفر ادت اوصاف دقيقه جدا للشرطه للمعتدي عليها، قالت طوله وشكله ولون بشرته وشكل شعره، كل التفاصيل اللي قدرت تفتكرها وهي تحت ضغط رهيب. بعد كام يوم الشرطه عرضت عليها طابور عرض فيه صور لمشتبه فيهم. جينيفر وقتها شاورت على شاب اسمه رونالد واختارته وقالت بكل ثقه هو ده، انا مش ممكن انسى ملامحه، انا واثقه بنسبه 100%. رغم ان رونالد وقتها كان شاب عنده 22 سنه وشغال في محل ومفيش اي دليل مادي ضده، لكن ثقه جينيفر القويه واصرارها خلوا المحلفين ياخدوا بكلامها. وهناك في المحكمه ما كانش فيه شهود غير الضحيه نفسها جينيفر، ومع وصفه ليها وثقتها واصرارها وكلامها اتحكم على رونالد بالمؤبد 11 سنه. رونالد طبعا حاول يعمل استئناف لكن ما كانش فيه فايده، وقعد فتره كبيره يحاول يثبت براءته وانه ما كانش حتى قريب من مكان الجريمه. لكن في التسعينات ابتدى تحليل الحمض النووي الدي ان ايه يدخل المحاكم. رونالد وقتها طلب اعاده فتح التحقيق وان هم يحللوا الادله اللي كانت محفوظه، والنتيجه ان الدي ان ايه ما كانش بتاع رونالد، كان بتاع شخص تاني اسمه بوبي بول كان موجود في نفس المنطقه وقتها. والكلام ده كان صدمه للمحكمه والرونالد والجينيفر نفسها رغم ان هي كانت متاكده وواثقه ان هو ده الشخص. وده خلانا نسال سؤال، هل مخك ممكن يضللك يوهمك بحاجه وهي ما حصلتش؟ لا بالعكس، هو بيحاول يملى الفراغات لو في جزء ناقص من القصه او السرديه. لو في ذكرى او موقف حصل لك وفي حاجات منه مش فاكرها قوي، عقلك ممكن يملى الفراغات دي بحاجات شبه منطقيه عشان يقنعك ان هي حصلت. يعني النيه مش كذب، لكن الحقيقه انك بتبقى بتكذب فعلا وانت مش واخد بالك. الفولس ميموري او الذاكره الزائفه هي سبب في شهادات خاطئه حصلت في المحاكم او اتهامات كاذبه، او ان عقلك بيسترجع ذكريات ملفقه ما حصلتش في جلسات العلاج النفسي زي قضايا التحرش الوهميه. علشان كده علماء النفس دايما بيحذروا ان الذاكره ما ينفعش تكون دليل بنسبه 100%، خصوصا بقى لو كانت قديمه او اتعرضت للتكرار من شخص مؤثر او شخص قريب من الشخص اللي بيحكي القصه. دماغك عبقري بس مش دايما هيقول الحقيقه، ممكن يركب لك قصه او ذاكره حقيقيه باحداث ومشاعر ويخليك تحلف ان هي حصلت وهي ما حصلتش. ودي مش خيانه لعقلك ليك، دي الطريقه اللي دماغك بيحمي نفسه بيها من النسيان والصدمات. فقبل ما تحلف على اي حاجه ان هي حصلت خد خطوه لورا، افتكر كويس هل ده فعلا حصل ولا دي فولس ميموري.